امبارح صرفتي فلوس كتير جدا. ايوه في ايه كل ده؟ لا انا لازم الناس كلها تعرف الموضوع ده. انا موافق نسال وناخد راي الناس، مين بيصرف اكتر، الراجل ولا الست؟ هقول لك. انت شكلك مبذر. مبذر ازاي يعني؟ مبذرات يعني، جاي من التبذير. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقه جديده من هقول لك. طبعا الموضوع الحلقه النهارده هو هيبقى موضوع جدال وخناق، والناس كلها متعصبه ومحدش قادر يوصل لقرار في الموضوع ده. فاحنا النهارده هنناقش الموضوع بشكل بسيط وهنحلله في وقت قصير. هو مين بيصرف اكتر، الراجل ولا الست؟ الموضوع ده عايزين نتفق ان هو ليه مراحل كتير جدا عمريه، وليه اسباب نفسيه هي السبب في خلت مين يحكم على ان مين بيصرف اكتر من مين. هنلاقي في مراحل للصرف بتختلف، وبتختلف ثقافه الصرف من بلد لبلد. فلو جينا مثلا الوطن العربي وجينا لمرحله ما وقت الارتباط او الخطوبه، تلاقي الولد مسؤول انه يصرف كتير، وبيصرف هنا المجتمع حاكم عليه انه يصرف، واهل خطيبته حاكمين عليه انه يصرف. قشطه، انا موافق. موافق ده ايه؟ ازاي يعني؟ مش لازم نشوفه الاول ونسال عليه ويجي كده ونقعد ونتشرط ونتأمر؟ سواء هدايا بقى ومناسبات ومواسم وحاجات كتيره جدا. والبنت برضو محكوم عليها انها تصرف، فتلاقيها دايما عماله تروح تجيب حاجات ميك اب وحاجات كوزماتكس طبعا وبرفيوم ولبس جديد. ليب جلوس فور ايفر، ممكن ابقى داخله انام واحط ليب جلوس عادي. انا بجد دايما هدفها هنا في الصرف انها تعجب خطيبها، وده ليه علاقه بان المجتمع هو اللي حاكم عليهم بالموضوع ده. فلما تيجي في الفتره دي بالتحديد تسال الولد انت صرفت كام في فتره الخطوبه، او انت بتصرف كتير ولا قليل، يقول لك ده انا اقل حاجه صارف من 60 ل 250 الف جنيه بس في فتره الخطوبه دي. فبتلاقي رقم كبير جدا على شاب لسه بيبدا حياته. وتلاقي البنت بتصرف تقريبا في الحاجات دي من 5000 ل 10000 جنيه بس على الميك اب والحاجات دي، رغم انها ممكن تكون ما بتشتغلش. بس احنا هنا بنتكلم على صرف انا شايفه من وجهة نظري ان هم مجبورين عليه. بس احنا موضوع الحلقة بقى هو مين بيصرف اكتر في العموم، لان انا لما جيت خدت اراء الناس كله اتكلم لا ده انا والله بصرف كذا، ده انا بعمل كذا، ظروف الحياة اتغيرت. احنا بنتكلم دلوقتي بناخد الموضوع من ناحيه بسيطه جدا، بيصرف ايه وعشان ايه وهوايته ايه. زي مثلا لو في راجل بيحب بلاي ستيشن مثلا، في 3-1 قبليها تقريبا، اللي هو من سنه. ما هو انا الماتش مني ب4 من ماتشاتك الحرام. حرام. على اساس بقى ان الحكم بتاع بلاي ستيشن ده تبعي، انا مقبضه. يالا هو ممكن تلاقيه بيصرف كل الفلوس اللي معاه عشان يجيب اللعبه الجديده اللي نزلت، او يغير الجويستيك بتاعه، او يغير حتى الموديل بتاع البلاي ستيشن بتاعه. هو بيحب الهوايه دي. زي برضو ممكن يكون بيلعب كوره فعنده حجز كوره كل يوم، فبيروح يدفع الفلوس دي ايا كانت هو يدفعها عشان هو نفسه يلعب. نفس الكلام البنت. بس انا هنا في صف البنات شويه، لان البنات بيصرفوا كتير جدا، وممكن احنا كرجاله شايفينهم بيصرفوا اكتر مننا. لك يا بت يا بيضة لما العرس يخش يلقاكي بيضة بيضة ومبيضة له الوش. ايه بس انا عايز اقول حاجه، هم بيصرفوا علشاننا. دايما تلاقي البنت بتروح تبقى عايزه تجيب احسن حاجه عشان خطيبها او اصحابها في الشغل او اصحابها في الجامعه او في اي مكان، وجوزها يشوفوها في احسن صوره. وايه الاخبار؟ ايه ده؟ انت اتجننتي؟ لابسه فستان ابيض، فستان ابيض ابيض، ده وحش قوي. نعم يا روح امك. ايه قله الادب دي؟ قله الادب في عينك، انا من دقيقه بالظبط منقيها قدامك قلت لي خشي فيه. لا ده كان احمد. لا ما كانش احمد، انت اللي دماغك فيها حاجه متخلفه، انا خلاص زهقت وعصبي تعبت بجد من الطريقه دي يا مجنون. فدايما بتلاقيها بتصرف علشان خاطر اللي حواليها، وده راجع للتربيه او للمجتمع اللي احنا عايشين فيه، اللي زرع فينا ثقافه خصوصا في البنات انها لازم تفضل على طول في احسن صوره عشان خاطر تعجب اللي حواليها. جد شكلي حلو. فلو جينا بقى قارنا، فطبعا الموضوع هنا احنا قلنا انه جاي من ثقافه. فلو جينا قارنا الثقافه ما بين احنا دلوقتي في الوطن العربي او في اوروبا، زي ما اتفقنا احنا في الوطن العربي نتكلم في فتره الخطوبه، تلاقي الولد لو خرج ديت مع خطيبته تلاقيه هو اللي بيصرف وهو اللي هيدفع الفاتوره. في اوروبا مفيش الكلام ده خالص. هناخد اراء الناس مين بيصرف اكتر، الرجاله ولا الستات، وهنعرف وهنشوف خناقات اعتقد. If I may ask you, who spend more, men or women? Definitely men. Definitely women. I think it's about half. Same. Well, I think women. Women, of course. Women. Women? I think men spend more, for sure. If they have a very expensive hobby, they spend more, for sure. Like golf. Yes. Do you agree? Yeah, I'd agree. Your first date, who spent, you or Half. It's 2025. It's half. شفنا الناس قالت ايه؟ ان هم بيسبليت البيل. ده حتى البي بي سي عملت احصائيه لقت ان 54% من السيدات في الديت الاول
هم اللي بيدفعوا الفاتوره، حتى مش بيسبلت الفاتوره، هم اللي بيدفعوها. ودي حاجه طبعا لو حصلت في عالمنا في الوطن العربي هتلاقي الموضوع ده دخل في ناحيه كبيره جدا، ده شكله بخيل، ده شكله معرفش ايه، وتلاقي الموضوع اتحرف بشكل مش طبيعي. طب بقول لك ايه، انا بفكر اكل. ليه؟ ايه المشكله يعني؟ لا هو مش مشكله، بس يعني تقولها في وشي كده بقى، يعني انا قلت ده اول تعارف يعني لا ليه انا عازمك. قولي والله. والله العظيم. يلا بقى. هو اسمه ايه؟ منير. يا منير تعالى شوف الهانم بسرعه. فهنا برضو الثقافه ليها علاقه بمبدا بتصرف ايه. احنا عندنا في الوطن العربي وخصوصا بلد زي مصر احنا ممكن نصرف حتى لو مش معانا. في اوروبا ما فيش الكلام ده، ما بيصرفش غير اللي معاه، وفعلا ما بيصرفوش فلوس غير اللي فعلا هم محتاجينه. فمبدا لو جينا سالنا ناس هو مين بيصرف اكتر هتلاقي الموضوع في ردود مختلف شويه على حسب البلد اللي الشخص اللي احنا سالناه ده منها، سواء بقى هو من انجلترا، من فرنسا، من باكستان، من الهند. هتلاقي الموضوع برضو ليه علاقه في الاول في الاخر الاجابه نابعه من الثقافه اللي موجوده او الحب. يعني ممكن تلاقي واحد بيقول والله بيصرف ممكن كل اللي معاه يصرفوا عليا، وتلاقي دايما هي تقول انا برضو ممكن اصرف كل اللي معايا على حاجه انا بحبها عشان خاطره هو. بنيجي بقى لمرحله تانية اللي هنخرج بيها بره المقارنات ونرجع تاني للوطن العربي، مرحله الجواز. وهنا الصرف بيبقى مسؤوليه مش اكتر. جوز ليه ان شاء الله؟ عشان اصرف على واحده مش قريبتي اساسا. مش قريبتك؟ ان الراجل مسؤول انه يصرف في الحاجات الاساسيه وهي الاكل والشرب ومدارس الاولاد ولو تعب ولا قدر الله او راح المستشفى، والست بتصرف انها ممكن تشيل العبء من على جوزها في موضوع الصرف ده. فالموضوع في الاول وفي الاخر عمره ما هيتحل ولا عمرنا هنعرف الست اللي بتصرف اكتر ولا الراجل. بس دايما لما تيجي تشوف موقف وتقول انت بتصرفي اكتر، بص لصوره تانية هي صرفت ايه وصرفته ليه. انت دايما، انا وجهه نظري واعتقد في ناس كتير تتفق معايا في الموضوع ده، الراجل لو صرف فلوس اكتر من الست هو بيصرفها لمزاجه والحاجه تخصه. دايما هتلاقي الست شكليا هو لمزاجها، بس انسايد من جواها وتفكيرها هو علشان اللي حواليها. وده هنا ده اللي هيحل الجدال اللي حاصل بمين بيصرف اكتر. يا رب تكون الحلقه خفيفه وما يكونش الناس زعلت مني او الرجاله زعلت مني، لان هو الموضوع انا شايفه موضوع دمه خفيف وهيكمل معانا على طول وعمره ما يتحل. اكتبوا لنا رايكم في الكومنتس، مين بيصرف اكتر الراجل ولا الست، وهل متفقين على اللي انا قلته في الحلقه ولا لا. انا احمد هلال هقول لك